السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو الماضي وممنوع من العرض. فعلا القرش لما يختفي والسينما المصرية وقعت وقعة جامدة جدا جدا، فبدأ كل الممثلين يشتغلوا أفلام التجارية دي. ده من ضمن الأفلام التجارية، ويكاد يكون مثل الشخصية دي فريد شوقي مرة واثنين وثلاثة قبل كده. ابن الشيطان، فريد شوقي صول وعايز يقبض على ابن الشيطان، ومحمود المليجي ده في الفيلم طول الفيلم أعرج، ويطلع في الآخر هو الشيطان. وأخوه إبراهيم خان، وكانوا فاكرين إن توفيق الدقن كان بيساعده كمان. توفيق الدقن يعني مجموعة من الأبطال في الفيلم، مجموعة كبيرة جدا جدا جدا. فعلا والله يعني الحاجة إلى المال أو الحاجة إلى الحياة هي اللي خلتهم يعملوا كده. يعني مش متظبط صح، مش متمنتج صح، مش حاجات صغيرة كده. الفيلم يعني جملة وجملة كويس. طبعا الوحش محدش يقدر يتكلم عنه يعني، بس المشكلة كلها في التصوير، الزوايا، يعني شوية حاجات كده كانت ناقصة الفيلم ده خالص يعني. يا ريت تخشوا تشوفوه. اهو ده هو ده. وطبعا الكلب ده ليه دور بطولة في الفيلم، والله الكلب ده بطل في الفيلم. يصفر له وهيعمل حاجات وهيعمل حركات كده هيعجبكم أوي 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 يعني. يصفر للكلب، يفك، يحل، يعمل، يسوي، يفتح باب كده. أرجو أن تستمتعوا بالفيلم، وأن يكون عند حسن ظنكم، وبالأخص محبي فريد شوقي الوحش السينمائي. يا ريت والنبي يا جماعة ما تنسوناش في اللايك والشير، ويعني تعليقاتكم الجميلة اللي والله ببقى سعيد بيها جدا، أو أي ملاحظات على القناة. أنا تحت أمركم، يعني اللي انتوا هتقولوا عليه أنا هعمل أنفذه والله. يعني بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا، ماشي. علي أظهر ولا ما أظهرش؟ إيه رأيكم الموضوع ده؟ أظهر ولا ما أظهرش؟ يعني أطلع في شاشة بدل كلمة تامر أبو المعاطي دي أحط شاشة تانية كده وأطلع أنا فيها، أنا بتكلم فيها. إيه رأيكم؟ يا ريت توافوني برأيكم، وأنا تحت أمركم بجد والله. اللي انتوا شايفينه الأصلح نعمله بجد يعني. شكرا لكم جزيلا أعزائي المشاهدين. الفيلم هيعجبكم والله، كبوليسي هيعجبكم جدا 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 جدا. أكشناته بقى وفريد ومليجي وبتاع، عاشوا فيلم حلو. كل سنة وانتم طيبين، 6 أكتوبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم تامر أبو المعاطي.